شفتوا هذا البكي والتعصيب يلي كان بالبداية؟ هذا كان نهاية الروتين الحقيقي ليومي مع التوأم. مرحبا يا أحلى عيلة، اشتقت لكم كتير. بعرف غبت فترة، بس بتربية التوأم بعمر 10 شهور بتاخد كل الحمل. اليوم رجعت لكم بفيديو واقعي وبدون تزييف. البداية كانت من مطبخي وأنا عم جهز المعكرونة بالصوص والجبنة إلي ولزوجي بنفس الوقت من للتوأم تبعي عشان الخاص يلي بيشبعهم طول الليل، اللي هو شوفان بالتمر واللوز المطحون. طلعنا على البلكون نغير جو بهالنسمات الشامية الحلوة، وماما حبيبتي كانت عم تساعدني والطعميون. بنات هالوجبة سحرية، الشوفان بيعطيهم شبع ونوم متواصل، واللوز المطحون ممتاز كتير للزكاة تبعون وبيساعد على نمو دماغهم، والتمر أكيد هو بديل للسكر طبيعي وغني بالحديد. اكتبوا لي تحت بالكومنتات شو الوجبة السحرية اللي بتعملوها لأولادكم وبتخليهم يناموا طول الليل من غير شي. عم أقرأ كل التعليقات. عايلة طيب مام، طيب مام. طيب مام. طيب مام، طيب مام، حبيتي يا آيلا؟ آيلا نم 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 نم. علي نم 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 نم. عايلة شو عم تاكلي؟ نمنو ماما 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 ماما. ماما صحة صحة ماما. الخطة بعد العشاء كانت مثالية، نغير ثيابنا ونلبس بيجامات النوم، بس التوأم بهالعمر بلشوا يفرضوا رأيهم على بكير وعصبوا كتير ورفضوا كمان التغيير. كأم لتوأم قررت فورا ألغي فقرة التغيير وانتقل فورا للخطة بدون تزييف. المهم نهدي الوضع ونحافظ على سلامتي النفسية وطاقة البيت. وهون عملت الحليب بسرعة لحتى يهدوا ويسترخوا. الحمد لله رضعت الحليب دائما بتنقذ المواقف بآخر الليل. إذا وصلتوا معي لهون وعم تعيشوا هالتفاصيل الواقعية معي، اضغطوا هلا على زر الاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس، لأنه رجعتنا قوية وفي فيديوهات ووجبات قادمة بتجنن للتوأم. هالمرحلة من اليوم لما يبلش البيت يهدى بعد نهار طويل ومليان حركة بتخليني أفكر قديش الأمومة صعبة وبتاخد من طاقتنا، بس بنفس الوقت ضحكتهم ونومتهم بهدوء بتنسيني كل التعب. وبتخيل كل أم هلا وهي عم تحضرني عم تبتسم لأنها عم تمر بنفس التفاصيل. الله يحمي أولادنا جميعا ويعطي كل أم القوة. شفتوا هذا الشباك؟ صار ليل عتم وعم غني لهم يلا تنام على أساس الروتين نجح والكل نام بسلام. بس البطل تبعنا قرر يضل مصحصح وقاعد عم يتأمل الغرفة لآخر ثانية ومستحيل ينام. هيك حياتنا الحقيقية مع التوأم، مو دائما كل شي بيمشي على المسطرة.
بس بكل تفاصيل هاي أحلى أيام العمر. تذكروا تشتركوا بالقناة وتكتبوا لي أحلى تعليقات. تصبحوا على خير. باي باي.